تنظيم مونديال 2030 والملفات المنتظرة والملفات المترشحة لتنظيم المونديال. فما زوز ملفات إلى حد الآن، ملف من أمريكا اللاتينية فيه الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي والشيلي. ملف أوروبي فيه إسبانيا والبرتغال معهم أوكرانيا. نعرفوا علاش تم زيادة أوكرانيا كابتن وإضافة أوكرانيا. لكن اليوم خرج خبر على وسائل التواصل الاجتماعي، فما وسيلة إعلام مغربية حكيت على ملف مشترك بين المغرب والسعودية. شنو رأيك كابتن في الفرضية هذه اللي تبدو غير منطقية نوعا ما، نظرا لبعد المسافة بين المغرب والسعودية تقريبا 7 ساعات بالطيارة ولا 8 ساعات بالطيارة. شو خلينا أنا سأبقى على استنتاجي تاع البارحة، ان فما ملف المغرب وفما ملف الاكواتور دو لامريك اللاتين اللي تفاهمنا فيهم هما الاوروغواي وكي دوت الارجنتين شيلي الباراغواي، هكا ولا اي بون هذو هما الزوز اللي باش يكون فيهم معناها اسبانيا البرتغال زاد كاب. شو البرتغال اسمع نقول لك، شو البرتغال جيت تعمل لي مع اوكرانيا يا كابتن، بالرغم اليوم عملوا له استقبال في بروكسل اسمه زيلينسكي، ما عندكش فكره، ما عليناش. اما شو معناها ارجع للواقع، الحرب راهي ستدوم. شو اوكرانيا معناها اوكرانيا كما قلت انت اكثر كونوتاسيون بوليتيك اكثر منها طبعا واحد. باهي للتحقق من المعلومه والخبر المغرب والاكواتور. نمشيو مباشره للمغرب مع الباحث في السياسات الرياضيه دكتور منصف اليزغي. دكتور مرحبا. مرحبا وسعيد بالتواصل معكم على الاذاعه التونسيه. شكرا ليك دكتور، احنا زد سعداء بحضورك معنا. دكتور، المعلومة او الخبر اللي يقول انه المغرب يعتزم تقديم ملف مشترك مع العربية السعودية لاستضافة مونديال 2030، معلومة شفناها على وسيلة اعلام مغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما مدى صحة هذه المعلومة اللي تبدو نوعا ما منطقية لعدة عوامل وعدة اسباب؟ بداية يعني نحترم مصادر هذه الوسيلة الإعلامية ونحترم ما كتبت حتى لا ندخل في مسألة طعن فيما كتبته، لكن ربما يتوجب أن نضع الأمور في سياقها وأيضا في موضوعيتها. بداية عندما نتحدث عن ملف مشترك بين المغرب والسعودية، الأمر لا يؤخذ بقرار من الاتحادين أو في غمرة حماس، بل يؤخذ على مستوى من طرف حكومتين، لأنه الأمر يتعلق بالتزامات كبرى بين بلدين، بدليل وأنه حتى المقترح المقدم من السعودية هو باحتضان كأس العالم 2030 مع مصر واليونان من أجل لعب ورقة 3 قارات، بل أنه حتى جريدة بوليتيكو اليونانية قدمت بعض التفاصيل وقالت بأنه السعودية تتكفل ببناء 75% من المنشآت التي يتوجب بنائها في المونديال، على أساس أنها أن تستضيف 75% من مختلف المباريات. هذا طرح سعودي. إذا هناك ملف مشترك واضح تم النقاش حوله في لقاء بين محمد بن سلمان ورئيس الحكومة اليونانية، وهو أمر رائج وتناولته صحف سعودية وصحف يونانية وأيضا مصرية. إذا هذا أقرب إلى المنطق ربما، ولو أن الأمر يجمع بين 3 قارات. عندما نرى ملفات أخرى كما ذكرتم، هناك ملف رباعي أرجنتين أوروغواي الباراغواي والشيلي، هناك إسبانيا والبرتغال الذي يبحث المغرب أن يكون لديه تنظيم مشترك مع هذين البلدين بحكم القرب الجغرافي، وأيضا بسبب أنه الأمور تعقدت على مستوى التنظيم بحكم 48 منتخب، وأيضا أنه قطر وروسيا رفعوا سقف التنظيم بشكل عالي جدا. ثم هناك بريطانيا والقادم الذي ربما قد يخلق المفاجأة وهو الصين، على اعتبار أنه الفيفا تبحث على خلق أسواق جديدة واستفادة من مفاعلين اقتصاديين جدد. إذا بالنسبة للمغرب والسعودية سيصعب لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو الفارق الزمني والفارق الجغرافي وغياب أي تنسيق لغاية الآن، وغياب أي إشارة سواء من بعيد او من قريب في هذا المجال. اذا هو في اعتقادي خبر بشكل يعني صارم، اقولها خبر لا اسال له من الصحه، لان الامر ليس مساله حماس وليست مساله نقاش عادي، بل هو نقاش يتوجب ان يتم على اعلى مستويات ويتم الاصدار بشكل رسمي، علما انه كما قلت لك حتى لو كان بشكل رسمي فربما ستكون خطوه ليست في محلها. به دكتور، تعتبر ولا حسب رايك المغرب هل سيتقدم بملف لوحده لاستضافه المونديال، او يبحث عن شريك كما ذكرت اسبانيا البرتغال؟ ولو انه اسبانيا البرتغال سمعنا انه سيتقدم مع اوكرانيا لامور سياسيه لاستماله ممكن الراي العام الغربي اكثر.
نعم، شوف عزيزي، هو بالنسبه للمغرب اصبح معروفا بانه اكثر البلدان التي قدمت ترشيحها ولم تفوز. سادس مره كان باش يقدم 2030 سادس مره تماما، سادس مره. اول مره قدم وضع ترشيحه في 1989 من اجل المنافسه على مونديال 94، وبعد ذلك كان 98 2006 2010 و2026، والمغرب كان قريبا جدا في 2010 الا في بعد حدوث ما حدث يوم 15 ماي 2004 في سويسرا، وذلك من فضحها في عده افلام وثائقيه وبرامج وثائقيه، وشاهدت ايضا وجود بعض لي بودمان او مسائل الرشاوى التي حصلت. الان المغرب عندما يتحدث على تنظيمه ل 2030 المغرب كان واضحا. 2018 يونيو 2018 بعد اعلان نتيجه فوز الملف المشترك بين كندا والولايات المتحده والمكسيك، صدر بلاغ من الديوان الملكي يقول بانه المغرب سيتابع امله في الفوز بالتنظيم، وقال بانه يضع ترشيحه من الان ل 2030. اذا على اعلى سلطه بالبلاد الامر واضح وانه جدي، انه المغرب مرشح ل 2030. لكن المعطيات اختلفت ما بين اول ترشيح 1994 و 2030. اولا زياده عدد المنتخبات بشكل كبير جدا، ما يتطلب على الاقل ان تكون لديك 12 ملعبا بمواصفات عالميه. في السابق كان المغرب يراهن انه ممكن ان يضيف 4 ملاعب، على اعتبار انه تقريبا عنده 5 إلى 6 ملاعب جاهزه. الان نتحدث عن 12 ملعب بمواصفات عالميه. النقطه الثانيه وهي انه عندما تابعنا مونديال روسيا وقطر، ربما وانا شخصيا كنت في هذين المونديالين، يعني ربما الامر اصبح لم يعد مقتصرا على الملاعب. هذا خطا كنا نرتكبه جميعا، وانا واحد من المتحمسين للمونديال، وكنت ارتكب عده مغالطات في تصريحاتي، وكنت اعتبر كما لو ان المونديال يساوي الملاعب. الامر اعمق من ذلك، الامر يتعلق بقبول ثقافات اخرى التي تحضر عندك في بلدك بكل تمثلاتها وبكل تمظهراتها، ثم ايضا جانب متعلق بالبنيه التحتيه التي يجب ان تكون فيها مستوى عالي الى غير ذلك. وبالتالي بدا يظهر لي شخصيا بانه السقف عالي جدا. هذا ما يفيد بانه المغرب في صالحه ان يدخل في ترشيح مشترك مع المغرب مع اسبانيا والبرتغال، التي ربما تحاول كما قلت سيدي الفاضل بانه تحاول استماله الراي العام من خلال تقديم اوكرانيا، علما انه هو ترشيح غير موضوعي، بحكم ان اوكرانيا في يعني ربما اوضاعها مختلفه، اوضاعها يعني اقتصاديا ربما في بعد الحرب. اذا المغرب لن يعد امامه ان يستضيف المونديال لوحده، صعب جدا وان لم اقل مستحيل. وان كان سيستضيفه لوحده فانا اقول شخصيا كمغربي واريد هذا التنظيم منذ السنه السابقه، اقول بانه سيكون كارثه على المغرب، وربما من الافضل ان يتم توجيه هذا الجهد الى جانب اخر. اما اذا كان تنظيم ثلاثي مع اسبانيا في البرتغال فاعتقد ان ذاك سيكون منطقي، الى درجه انه حتى لاحظنا الولايات المتحده تقدمت وهي اقوى قوه عالميه، تقدمت مع المكسيك وكندا. اذا هذا الجانب ربما يحتاج نقاش اكبر، وليس يجب ان يكون الحماس فقط. طبعا الواقعيه مطلوبه خاصه في مثل هذه الملفات المهمه. كاس العالم للانديه دكتور، كان فما استياء نوعا ما البارح من تشجيع الجماهير المغربيه لريال مدريد على حساب الاهلي المصري. نعلم ان ريال مدريد فريق له شعبيه جارفه في كامل انحاء العالم العربي، لكن شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي نوعا ما من الاستياء بما انه جماهير مغربيه عديده مالت لريال مدريد يوما. نعم، انا اقول لك امر اساسي. انا بعد حضور اهلي الى الرباط عندي اصدقاء اعلاميين في الوفد الاعلامي، وذهبت وجلست حتى بعض اعضاء مجلس اداره الاهلي، وكنا نتحدث وقلت لهم بصريح العباره قبل انطلاق المباراه ب3 ايام منذ حضورهم يوم الاحد الماضي، قلت لهم واضح: لا تنتظروا ان تعيشوا نفس الاجواء التي عشتوها في مباراه طنجه امام سياتل وامام اوكلاند نيوزيلندي. الامر مختلف هنا. الجماهير المغربيه يقتنى تذاكر نصف النهائي والنهائي بدون ان تعرف حتى من سيواجه هذا الفريق، بل اكثر من ذلك انهم حتى في حاله اقصاء الوداد فهم يقتنوا هذه التذاكر. الامر بسيط جدا، الامر يتعلق بعلاقه تمتد لازيد من قرن. لاول مره زارت فرق اسبانيا وهي الاتليتيكو وريال مدريد زاروا المغرب كانت 1928، وزاروا منطقه تطوان التي توجد في شمال المغرب والذي كان خاضعا للحمايه الاسبانيه. بل اكثر من ذلك، حتى
يعرف الجمهور امر اساسي، هو انه فرق المغرب الشمالي كانت تشارك في الاقسام السفلى للليغا الاسبانيه، وبلغ اتلتيكو تطوان بلغ القسم الاول ولا في موسم 51 52، وحضرت الريال مدريد والبرشلونه وجميع الانديه تماما حضروا في ملعب ثانيه ترمل بتطوان ولعبوا في القسم الاول امام الجماهير المغربيه. ومنذ ذلك والجماهير المغربيه تتابع، بل انه حتى الجماهير الموجوده في شمال المغرب تتابع القنوات الاسبانيه، تلتقط منذ الستينات وهي تلتقط في المغرب، وبالتالي ثقافه التعامل مع الانديه الاسبانيه ومتابعتها ومجرياتها تفوق احيانا متابعه بعض افراد الجمهور المغربي للدوري المحلي. هذا امر واقع. وبالتالي عندما ما وجدنا، وانا تحدثت مع زملائي الاعلاميين المصريين وقلت لا تتفاجئوا، الامر اقوى من ان تقولوا يندرج ضمن العروبه وضمن الجانب المشترك ضمن الامر اقوى من تلك الجماهير. هي تعشق ريال مدريد، واعتقد انه حبها لريال مدريد ليس شيئا فريدا، بل انه العالم منقسم بين ريال مدريد وبرشلونه. واعتقد انه الجمهور المغربي يعني حتى ان البعض قال لا يجب على الاخوه المصريين ان ينزعجوا من هذا الامر اقوى منا، لان الامر يتعلق بريال مدريد الذي نتابعه يوميا، وربما نتابع اخباره اكثر مما نتابع اخبار الانديه المغربيه. منطقي. مره اخرى السياسه تطغى ممكن على الرياضه. رينا تيفو جماهير الريال يوم امس ضد الاهلي، ورساله سياسيه واضحه اثارت استياء العديد، خلينا نقولوا. لا اعتقد من ستثيره الا من هو معني بالخلاف. المغرب رفع رايه المغرب كامله. اعتقادي هو في ملعبه يمارس حريته، لم يتطاول على احد، هو يؤمن بقضيته. وكل من حضر في الملعب وكل من تابع تلك المباراه سواء على المستوى الوطني، الكل مؤمن بذلك الطرح ويؤمن بانه المغرب له سيادته على صحرائه. من لم يرضه ذلك فذاك شأنه. نحن اذا رفعنا تلك الرايه في بلد آخر قد نعاتب، لكن نحن نرفعها في وطننا. وتلك بين قوسين هي مبادرة من جمعية محبي ريال مدريد في المغرب. يعني الأمر مستقل عن الدولة، ولم تكن هذه المرة الأولى. حتى التفوات الوداد والرجاء التي لا دخل للسلطة فيها ولا تتدخل فيها، وصعب أن تتدخل وسط الإنتراج تفرض عليه الأمر، هم أحيانا يرفعون شعار الصحراء المغربية. هذا أمر عادي جدا، لأنه مندرج ضمن الثقافة المغربية وضمن التنشئة المغربية على أنه هي صحراء مغربية، والمغرب بامتداداته في العمق الافريقي صحراءه وايضا سيادته عليها. اذا انزعاج البعض اعتبرها امر سياسي، فانا شخصيا هذا امر غريب جدا، لانه هذه هي الخريطه التي ندرس بها، وهذه الخريطه المعتمده في عده دول تعترف بالصحراء المغربيه. وبالتالي من انزعج فذاك شانه، نحترمه ونحترم انزعاجه. شكرا لك دكتور، سعداء جدا بمداخلتك معنا. دكتور منصف اليزغي، باحث ودكتور في السياسات الرياضية، حكينا على ملف 2030 استضافة المونديال، الملف المشترك اللي يبدو مستحيلا كما قلنا كابتن، والتيفو اللي اعتبره البعض مسيء للجزائر. مسيء للجزائر بما أنه تطرق لقضية الصحراء الغربية وخريطة المغرب اللي ريناها البارح من جماهير الريال في المغرب. هذه أمور سياسية. خلينا جماهير الريال يعني جماهير الريال في المغرب هذيك خلية أحباء الريال في المغرب. البارح وقت عطاو سؤال لأنشيلوتي قالوا على الجمهور، قالوا عندنا جماهير في المغرب اللي تحب ريال مدريد وتحب الكرة الإسبانية. من هذا عمل تصريح قبل مباراة بنهار، فهمت؟ قال با الجمهور مش يكون في الواحد. بقى شو يا أمين خويا، أنا كنت أتمنى أن نبتعد مرة واحدة على الأمور السياسية بين زوز أشقاء. هذه قضية معناها متشعبة وعملت عداوة كبيرة وما حقاش. وكم كنت أتمنى ما واحد يحلم، والله واحد يحلم مره في حياته. قلت علاش بار اكزومبل تقبيله نعرف شنو الاخر كواتور السعوديه مغاديه كثير، وكي جات الدنيا والناس كله خيان. فالمغرب الكبير وليس العربي، المغرب الكبير، فهمتي؟ الجرام مغرب والله توانا فهمتي في مش ملف مشترك بين المغرب والجزائر وتونس. وبارك الله فيه نورنا
وقال لنا هو زاد معناها قال لنا ردوا بالكم راهو 48 فريق مش 32. لا منطقي الكلام اللي قال وعنده الحق معناها بدلت المعطيات 32 فريق في قطر 8 ملاعب لكن توا 48 فريق على الاقل كابتن 12 ملعب اقل حاجه الاخرى وتلا واحد وامور وامن وكذا. دونك هو بارك الله فينا ورنا اللي في هذا الجانب راهو بلد واحد لا يقدر على استضافه 2030. امريكا وما دراك يا كابتن، امريكا وما دراك وضمت معها كندا والمكسيك 11 ملعب في امريكا، 2 في كندا، 3 في المكسيك. معناها شيء يضحك قالت لك لاغريس على شرط السعوديه تبني لي الملاعب. ايوه كابتن استغلوا ممكن الموارد الكبيره